لو حد جه وقال لك حاجه لله هتديله؟ وهل الشحاتين دول محتاجين بجد ولا هم اغنى مننا اصلا؟ تعالى شوش هيقولك. الموضوع بقى منتشر جدا، في ناس تستحق بجد انك تطلع من جيبك وتديها، وفي ناس واخداها مهنه، لا وكمان بنوا عماير وحطوا ملايين في البنوك من ورا الشحاته. ايوه هي دي الست اللي بتبقى شايله صوره طفل وتتشحتف وتعيط وتقول لك ابني هيروح مني، عايز حقنه من ممنوعات ومحتاج اشتري له 4 حقن والحقنه الواحده ب 6000 جنيه. يا ست وربنا ما حد حقنه غيرك، بس انت طبعا مش هتعرف تفرق بين المحتاج واللي بيستعبط وبيتاجر بعواطف الناس. فعشان تنهي المسألة دي اتبع الآية الكريمة اللي بتقول: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ويبقى انت كده خليت مسؤوليتك، وكل واحد هيتحاسب على اساس نيته. ايه هتهرب الحوار تاني وتقول لي يا عم انا عايز اللي يديني، وتحكي لي عن الراجل اللي جه يستلف منك 100 جنيه لاخر الاسبوع وانت يا حرام ما كانش معاك غير ال 250 جنيه بتوع تجديد النت، فعشان كده انت معرفتش تديله. انا هقول لك برضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. طب ما انت كده هترجع الموال من اوله وهتقول لي هو انا اشقى واتعب واستخسر الحاجه في نفسي ويجي واحد القرش اللي انا بعمله في اسبوع هو بيعمله في يوم بالشحاته وتقول لي اديله؟ يا صاحبي القرش اللي انت بتقول عليه ده انت جبته بفضل من ربنا عليك، وفعلا انت مالكش دخل في الرزق ده. اعتبرها يا سيدي حاجه جايه لك من السما عشان تاخد عليها ثواب وينفعك في اخرتك. حتى اسمع كده: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بص بقى، لو هتقفلها لي ضبه ومفتاح وتعامل الحوار ان كل الشحاتين دول بيشغلوا دماغهم ومفيش فيهم حد يستحق، تمام يابا. مش انت عايز تتصدق فعلا بس الشحاتين دول كخه ومش هتديهم تعريفه؟ تعالى بقى اسمع الصدقه دي تديها لمين. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سهل اهي. طبعا كلنا عارفين جيراننا ومتاكدين انه فلان ده فقير ماديا ومحتاج فعلا، وخليك فاكر ان انت مش بتجيب القرش بشطاره ونباهه ومفهوميه سعادتك وان كل قرش بتكسبه وهو ملكك لوحدك وبس. ده ربنا مقسمنا طبقات عشان نكمل بعض ومليان كوب في الفاضي. فالخلاصه يا صاحبي ان مفيش قرش هتطلعه بنيه سليمه لله الا وهيرجع لك اضعاف وربنا هيكرمك بفضله. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه. وبس كده. انا محمود شوشه، ولو عايز تشوفني تاني اعمل لي لايك وفولو. والسؤال الاهم دلوقتي: